الجزء الرابع من بناضل ب 5000 جنيه لحد 50000 جنيه. اعملوا لي فولو عشان نفسي اوصل 10000 اخ واخت، ويلا بينا. النهارده معانا من 11000 جنيه لحد 14000 جنيه. يا ترى هيجيبوا ايه؟ للي ما يعرفش يعني ايه بناضل او بندل بمعنى صح، فمعنى بندل هو ماذر بورد وبروسيسور ورامات، ولكن احنا الصراحه بنجمع من غير رامات في السلسله دي عشان نبقى عارفين، والحمد لله انه من غير رامات بعد الزياده ال 100% اللي حصلت في الرامات الغريبه دي والهاردات، اللي هو بجد صباح الفل. ايه اللي بيحصل ده؟ احنا ربنا معانا بجد يعني. واول ماذر بورد وبروسيسور معانا، وده انا الصراحه مش مختارهم عشان حلوين او ساده عينهم، لا انا مختارهم عشان السوكت التحفه بتاعهم ده. اول حاجه كده هو المعالج الرايزن 5 8400 اف مع البي 650 نسخه الاسوس برايم، النسخه البيزك خالص عشان نبقى عارفين يعني. نيجي لمواصفات المعالج. اولا 6 كور 12 ثريد، وسرعته بتوصل ل 4.7 جيجا هرتز، والكاش بتاعه 22 ميجا. حاجه جميله، ماشي حلو، كمل بقى. بالنسبه لسعره، والصراحه انا دورت على سعره كتير جدا لحد ما وصلت لحته مكان بيبيعه ب 6000 جنيه، مش اعلان بس. اولا والمكان هو البدر جروب، بس حرفيا ده اقل سعر لقيته في الجديد بجد والله. المذر بورد بقى، والصراحه يعني يعني تقدر كده انها يعني حلوه ومش حلوه، فاهم اللي هو هي الفكره بس السوكت اللي عليها بس مش اكتر. هي كمذر بورد لا مش حلوه صراحه يعني. هي الصراحه بيزك خالص، بتيجي ب 2 بنك رام دي دي ار 5 مش 5 و4، لا دي دي ار 5 بس. هي الفكره الوحيده بس في السوكت الاي ام 5، وده يعني تطوير ضخم ضخم بغباء. كفايه اصلا ان اي ام دي دعم اي ام 5 وتفضل تنزل عليه معالجات لحد 2028. انا مش عارف يعني انت عايز ايه تاني صراحه. بالنسبه لسعر المذر بورد، نزل عليها حته عرض على امازون يا جدعان ب 5000 جنيه، اقسم بالله يعني سعرها تحفه. انا حرفيا لما شفت سعرها انا اتصدمت. ايه يعني ايه بجد صراحه، ما تتفوتش، انت تلحق ما تلحقش حرفيا. قبل ما نخش على البندل التاني، روح للبايو عندي وخش على قناه الواتساب وسيرفر الديسكورد عشان لو عندك اي مشكله نحلها لك. وعلى فكره فور فري، ما بناخدش جنيه من حد عشان تبقى عارف. واهم حاجه بقى هي اليوتيوب بقى عشان الجوله اللي مستناك في مول البستان، ما تنساش الحوار ده مهم جدا. البندل التاني بقى وهو الاي 5 13400 اف بس مع بي 760 مش اتش 610، عشان احنا عارفين طبعا اتش 610 دي بطه بلدي خالص حرفيا، اللي هي ما فيش اصلا مش موجوده. لكن بي 760 كده بنت ناس كده راقيه، فاهم اللي هو بنت ناس حاجه محترمه كده. نخش بس الاول على مواصفات المعالج. المعالج بيجي ب 10 كور و16 ثريد و20 ميجا كاش، وسرعته بتوصل ل 4.6 جيجا هرتز. حلو جدا جميل، ولكن انت بعد كل المواصفات اللي انت سمعتها دي، الرايزن 5 400 اف احسن من الاي 5 13400 اف. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هعمل لك فيديو مخصص ليه كده، لان ده حوار كبير جدا. بس انت اكتب لي في الكومنت ان انت عايز الفيديو ده، عشان لو عليه طلب انا هعمله، لو معلوش طلب انا مش هعمله. انتوا جايين تضيعوا وقت ولا ايه؟ مش فاهم، مش فاضي لكم انا. بالنسبه لسعر الاي 5 13400 اف هو 6800 جنيه و7000 جنيه بالكتير قوي، ما تطلعش عن كده. نيجي بقى للحاجه المحترمه البنت ناس كده، وهي البي 760. المذر بورد دي بتيجي ب 4 بنك رام دي دي ار 4 و5، فاهم اللي هو دي دي ار 4 يعني ناس كرماك، انت مش عارف انت عايز ايه تاني. ايه الكرم ده كله؟ عكس البي 650. سمعني ايه ام دي؟ رب نسمع فهمي بقى يا شيخ. فبصراحه شابوه البي 760 بيديك حوالي 6000 جنيه برده، حاجه حلوه جدا برده. لو عايز رايي بصراحه، رغم ان انا بعشق الاي 5 13400 اف، بس انا هروح للرايزن 5 8400 اف كله لاجل السوكت. ايه ام 5 ده بص جامد يا اكل.